ازيكم؟ من ساعة ماتش صن داونز وكل الإعلام وكل التلفزيون والجرايد وحتى الصفحات بتاعت السوشيال ميديا جايبة صورة الكابتن خطيب وهو بيحضن أكرم توفيق وبيتغنوا ويتغانوا في موضوع إن شوف الاحترافية وشوف رئيس النادي الأهلي بيحتضن اللعيبة إزاي، وبيقارنوا ما بينها وما بين نفس موقف زيزو وإدارة الزمالك. للتنويه فقط، يعني أول مجلس إدارة وأول نادي عمل الموضوع ده كان التعامل باحترافية مع بن شرقي في الزمالك لما أعلن إن هو كده كده مش هيقدر يجدد التعاقد، وإن جاي له عقد أكبر في الإمارات، وإنه كده كده هيكمل الموسم وهيمشي. وكان واضح وصريح مع مجلس الإدارة، مع إن ساعتها كان بتربطه علاقات قوية بأمير مرتضى منصور والمستشار مرتضى منصور نفسه، وكمل معانا لآخر ماتش، بل بالعكس كمان ده انتهى عقده ولعب معانا ماتش الكاس وكسبنا الاهلي في نهائي الكاس، واحتفل مع اللعيبه في نهائي الكاس وودع اللعيبه في نهائي الكاس ومشي بعد كده. وكان من اول بقالها من قبلها من 4 شهور عارف كل حاجه، والزمالك تعامل معاه لاخر يوم، لدرجه ان اللاعب اجل انضمامه للنادي الجديد بتاعه 5 ايام عشان يشارك في نهائي الكاس قدام الاهلي، وكان نجم الزمالك في الماتش دوت وخدنا بطوله الكاس من الاهلي. ده بس نقطه بسيطه. تاني حاجه ودي الاهم، زيزو خاين يا جماعه، ما تحاولوش تسوقوا لاي حد ان زيزو مش خاين. زيزو كان بينايم مجلس الاداره وهو ماضي مع الاهلي ومخلص مع الاهلي من يناير، فمقارنه اكرم توفيق بزيزو مقارنه غلط، لان اكرم توفيق موقفه زي موقف بن شرقي، فلما تيجي تقارن موقف اكرم توفيق قارنه بموقف بن شرقي مع اداره الزمالك، مش بزيزو الخاين.